خلينا نقول صباح الخير على كل حبايبي. ومادام انت الداعم للبيت كله، حتى اللي بره بيشتغلوا وانت هتقومي تشوفي بيتك كله، فده ادعى ان انت تخلي بالك من نفسك الصبح، وانك تاخدي قهوتك وانت مبسوطه ومرتاحه. الاول مفيش مانع تحطي معاها حاجه حلوه او حاجه حادقه زي ما تحبي، وتقولي لنفسك صباح الخير. ده بعد ما تصلي الصبح ان شاء الله. طبعا احنا مش هناكل دول كلهم. قولي لنفسك صباح الخير واشربي قهوتك في هدوء بعد ما نزلتيهم، عشان تعرفي تشوفي بقية شغل بيتك، وعشان تجهزي غداكي، وعشان لما يجوا اللي برا اللي هيجي من برا من مدرسة او من جامعة هيحكي وهيعمل، واللي جاي من شغل برضو تعرفي تطبطبي عليه وتعرفي تحتويه وتعرفي تكملي بقية يومك. واكيد طبعا قبل كل ده احنا صلينا الصبح ودعينا برضو ربنا يفك الكرب ويزيح الغمة عن الأمة ويساعد كل مكروب يا رب. يا رب انت اللي لنا. اكيد اليوم طويل ان شاء الله باذن الله، مادام بنبداه بدري هيخلص ان شاء الله على خير واحنا مخلصين كل حاجتنا. وبالليل برضو ما ننساش يبقى في ساعة لله زي ما عملنا لنفسنا وقت الصبح ووقت للبيت.